ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. ان شاء الله النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. حلقتي النهارده بتبين قد ايه اهميه ان ابقى عارفه ايه الفكره بالظبط اللي انا بصدرها لعقلي، وان الفكره ديت لو سلبيه قد ايه هتبقى مصدر حزن وتعاسه ليا، وقد ايه هتمنعني ان انا اقدر اشوف اي انجاز او اي حاجه ايجابيه انا بعملها. مش هطول عليكم، تعالوا نبتدي حكايتنا. بطلة حكاية النهاردة بتقول لي أنا متطلقة بقالي أكتر من 12 سنة. مع الأسف أنا شايلة مسؤولية الأولاد لوحدي. باباهم مكبر دماغه وبيبعت فلوس قليلة قوي، وأنا اللي شايلة الليلة كلها وهو عايش حياته. مع الأسف أنا مش قادرة أبعد عن عقلي سؤال ليه وش معنى. ليه أنا بس اللي أشيل المسؤولية وش معنى بس أنا اللي أشيل؟ طيب، أنا هنا سألتها سؤالين كانوا مهمين جدا بالنسبة لي وهتعرفوا ليه. أول سؤال سألته لها: إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه مصدر سعادتك؟ إيه الحاجة اللي لو عملتيها بتحس إن أنتي سعيدة ومبسوطة؟ فكانت إجابتها إن أهم حاجة الأولاد، وإن بأمانة مفيش أي حاجة في حياتي بتفرحني غير إن أنا أشوفهم مبسوطين. على العلم هي ست ناجحة جدا في شغلها ومحققة ذاتها، بس هي اختارت هنا الأولاد. طيب، تاني سؤال: وقت الانفصال هل كان في اختيار ان انت تسيبي الاولاد مع والدهم ويتحمل هو المسؤوليه وانت تبقي موجوده في حياتهم برضه، بس هو اللي يبقى المسؤول الاساسي عنهم؟ قالت لي ايوه، الاختيار دوت كان موجود. قلت لها ما اخترتهوش ليه؟ قالت لي لان انا عارفه ان هو هيأثر معاهم ومش مش هيعيشهم العيشه اللي انا نفسي عيالي يعيشوها. طيب، تعالوا بقى هنا نطلع بره الموضوع. لو السيدة ديت عقلها فعلا مصدق ان اولادها هم اهم حاجة وهم مصدر سعادة في حياتها، ولو عقلها فعلا مدرك ان هي اللي اختارتهم علشان هم دول مصدر سعادتها، وان هي عارفة ان هي لو سابتهم للجانب التاني مش هيبسطهم، مش هيعيشهم العيشة اللي هي نفسها فيها، عمرها ما هتبقى مضغوطة الضغط ده. الحمل كتير عليها والمسؤولية كبيرة عليها، صح، بس أنا بصدر لعقلي إيه؟ هي مع الأسف حبيبتي من كتر يمكن الضغوط اللي هي فيها مصدرة لعقلها فكرة إن ليه وش معنى أنا وهو عايش حياته. هو إنسان مقصر، والد مقصر، مش شايف مسؤولياته كويس ومش بيعملها. حسابه عند ربنا، حسابه عند ربنا، هيتحاسب على اهماله لاولاده. لان احنا لما بنطلق المفروض احنا بنطلق الزوجه، مش بنطلق الاولاد معاها، فده حسابه عند ربنا. فلازم عقلي يصدق اكتر من نقطه. اول حاجه ان تقصيره هيتحاسب عليه، وان ربنا عدل، مفيش حد هيفلت من الحساب وان هو ياخد جزاء اللي عمله. تاني حاجه ان انا ابقى عارفه ان انا في الاول وفي الاخر انا اللي مختاره اولادي، علشان انا شايفه ان هم مصدر السعاده ليا. مفيش اي حاجه تانية بتسعدني في الحياه غير اني اشوفهم مبسوطين. وهنا بتيجي اهميه الفكره اللي انا بصدرها لعقلي. نحاول دايما افكارنا للعقل تبقى ايجابيه، لان انا لو بصدر لعقلي فكره ايجابيه هعيش مبسوطه وهعيش مرتاحه مهما كانت الضغوط اللي بتمارس عليا. اشوفكم في حلقه جايه باذن الله.